مساء الخير على كل متابعينا متابعين قناة راديو كورة على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم في الاستوديو التحليلي وفقرة تحليل على الماشي. فاصل قصير ونبدأ الفقرة التحليلية. فاصل. في هذه المباراة الأهلي بدأ النادي الأهلي المباراة بالتشكيلة المعتادة مع بعض التغييرات البسيطة. بدأ بأحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى، قدامه سعد الدين سمير وصبري رحيل وأحمد فتحي ورامي ربيعة وعلي معلول، ده الجديد في التشكيلة. قدامهم حسام غالي مع حسام عاشور مع عبد الله السعيد ومؤمن زكريا، وبمهاجم وحيد هو عمرو جمال. الهزم هجمة تحرك طولي من لاعب. قدر فريق زيسكو في الدقيقة 6 من الشوط الأول إنه يحرز الهدف الأول عن طريق اللاعب جيسي من عرضية على دفاع الأهلي كانت ممكن تخرج بسهولة. الزامبي في لقاءات اليوم خطوطهم متقاربة، جماعية رائعة في أداء بطل زامبيا، عملوا الهجمة الخطيرة والعرضية الجميلة والراسية بدون أي مشكلة موجودة ورا كالعادة في دفاعات النادي الأهلي. هدف أول في المباراة، ضربة راسح بحنكة جميلة جدا جدا، هذه العادة من موانزا، وهذا الارتقاء والراسية بدون اي مشكله. سنده موجوده من موتونجا، عرضيه ساحره من موانزا، وضربه راس رائعه من هدافهم ومن نجمهم اللاعب الخطير تقريبا لاعب تشاما. عرضية من عبد الله سعيد في الدقيقة 14 من الشوط الأول ويضيعها عمرو جمال. من الغزال عمرو جمال لعاشور. فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 18 بعد تمرير عرضية من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء ويشتتها دفاع زيسكو. هو تصويب العرضية، تعدي يا الله، تعدي يا الله، أحلى هجمة تحضير. هجمة زيسكو في الدقيقة 19 بعد كرة طولية من وسط ملعب الأهلي ويضيعها مهاجم فريق زيسكو بتسديدة قوية تمر أعلى مرمى أحمد عادل عبد المنعم. في الدقيقة 21 ضربة حرة مباشرة للأهلي وتسديدة قوية لعلي معلول من خارج منطقة الجزاء ولكن بجوار المرمى. معلول ولكن طلع بره ضربة المرمى لصالح زيسكو الزامبي. محاولات واجتهادات موجودة في أداء الأهلي، يدوب خطورة. في الدقيقة 25 عرضية من صبري رحيل لحسام غالي اللي سدد تسديدة قوية وغير متقنة بجوار المرمى. تصويب ولكن مش مظبوطة خالص من حسام غالي، طلع التحضير. في الدقيقة 27 محاولة لصبري رحيل لكن في ايد الحارس. بقرطة هدفت والتصويب ولكن احد الحارس الزامبي ياكوباند ممتاز. هجمة خطيرة سريعة منظمة، الهجم والاستلام، مؤمن زكريا هوب العرضية ولكن طلعت بره، ضربة ركنية. في الدقيقة 31 من الشوط الأول استطاع ربيعة إنه يحرز الهدف الأول للأهلي من ركنية. التعادل. الاهلي مشاهدينا يسجل الهدف الاول، هدف التعادل، الضربه الاولى، الفرحه الاولى، اللدغه الاولى في لقاءات اليوم. سجل يا اهلي، سجل يا اهلي، اضرب يا اهلي. هدف التعادل الجميل، هذه الركنيه الساحره وهذه الارتقاء والراسيه من حسام غالي، ومتابعه جميله جدا، وقدم على طول مين؟ رامي ربيعه يسجل مشاهدينا هدف التعادل في الدقيقه 31 من زمن المباراه. حلوه العرضيه وحلوه الركنيه وحلوه المتابعه وحلو الاصرار. الآلة فرح جماهيرك وعشاقك ومحبيك في كل ارجاء العالم اجمع. كره طوليه منطقه خطوره، صبري رحيل ممتاز ورا لاحمد عادل، مباراه صعب. مفيش. الهدف الثاني لزيسكو في الدقيقة 35 عن طريق جيسي من خطأ دفاعي للنادي الأهلي. لما قرطة عدى فين، والهدف الثاني وهدف التقدم لزيسكو يونايتد زامبي بمهارة فردية غير عادية. المهارة بتتكلم في أقدام كل لاعب وكل نجم من فريق زيسكو في هذه المباراة. مهارة كبيرة ولمة رهيبة، وهدف ثاني، هدف التقدم مشاهدينا في الدقيقة 35 من عمر المباراة. هذه اللمسة السحرية والتحرك كان روعة من اللاعب جيسي وير، اللاعب الكيني، عدى فات وحطها جميلة جدا على يمين حارس احمد عادل عبد المنعم عشان يتقدم زيسكو بهدف ثاني بقدم النجم
الدولي الكيني جسوير. هدف في الدقيقة 35. هو صاحب النهارده هدفين في مرمى النادي الاهلي. للنادي الاهلي تحرك الامام من سعد سمير على طول عاليه فوق، تعدي خطير. استمرت محاولات النادي الأهلي للتعادل حتى الدقيقة 45 من الشوط الأول لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح زيسكو. جدا صاروخيه في غايه الجمال والروعه في اداء خط هجوم زيسكو. منطقه خطوره، بسطولي دفاع مره ثانيه ورا سعد سمير، اتقلت سمير بعيد على الشمال لصبري رحيل، محاوله بعرضيه جميله والهدف والراسيه مش مظبوط، مش معقوله من عمرو جمال. علي معلول والفاول والعرضيه الجميله خطيره راسيه والدفاع من اوين. اي لمسه من لاعب الاهلي كان ممكن يكون اتحاد. ضغط دفاع بقوه على طوبه ثانيه، استلام انطلاقه بسطولي حلو، مدرك خطوره مؤمن زكريا، لمسه ورا المعلول، هوب العرضيه تعدي، لمسه راسيه خطيره جدا ولكن تعدي طلعت بره الملعب. قدم علي معلول هوب العرضيه الجميله والدفاع متابعه، هوب التصويبه القويه مش ممكن يا سعيد عبد الله السعيد والتصويبه. وحكم اللقاء الكاميروني بيصفر بنهايه شوط اول في مباراه اليوم. يكون في النسيان، قولوا يا رب امين بمشيئه الله. الاهلاويه موجوده، الاهلاويه موجودين في كل انحاء الملعب وايضا امام شاشات التلفزيون. عنده حلول موجوده، عنده حلول موجوده في وجود مروان محسن، في وجود عمرو السوليه، وكمان في وجود الباك اليمين بس معاه. يعني المفروض النيجيري من الباك الشمال ايوه الرجوله قطع كورته، لعب عرضيه لبره، تصويبه جميله ولكن تعدي بره الملعب، اصرار بعزيمه بروح كبيره. رضا شريف، عبد الله السعيد سابها لعلي معلول، هو العرضيه لبره خطيره، تصويبه قويه والتعدي بره الملعب، والتعدي طلع بره من لاعبي وابطال الاهلي. علي الراسيه متابعه، تعدي خطيره جدا وطلعت بره الملعب، ضربة المرمى. محاولة من زكريا على الشمال لرحيل، بسطولي حلو، علي معلول محاولة بعرضية جميلة، هوبا خطيرة، تعدي منطقة خطورة ولكن دفاع ممتاز وتمركز رائع. ممكن يخرج مؤمن زكريا، هذه طبعا مارتينيول، حسام غالي على الارض جميلة خطيرة، منطقة خطورة لعلي، التصويب ولكن بدون تركيز، تصويبه تعدي بعيده على المرمى. استلام العاشور، كورته عاليه قويه اماميه خطير، راسيه تعدي يا الله لحد الحارس الزامبي ياكومان بالعمده ومروان، والعرضيه الجميله عاليه تعدي خطيره جدا، منطقه خطوره ومن على خط المرمى المهاجم رقم 25 الدولي الكيني جسوير، لاعب مهاجم رجع ورا بيقوم كقوه لاعب الاهلي، سنده لعلي معلول، هوبا كره جميله، هوبا خطيره، هوبا العرضيه والدفاع الزنب الخطير القوي. دفاعاتهم حتى الان بلمحه برويه بعرضيه ساحره خطيره، منطقه خطوره لزكريا، عدى زكريا ودفاع رائع جدا من الحارس ياكو باند، طلع كورته بره. زيسكو على زامبي، تصويبه طلع بره الملعب بعيده جدا على طول. علي معلول محاوله، عدى معلول قطريه لزكريا، مو زكريا مع كوره، عرضيه عاليه، دفاع ممتاز، متابعه، هوبا التصويبه القويه ولكن بعيد. اللمسه الثانيه بقوه، البطء في الهجمه دي مشكله موجوده في اداء النادي الاهلي، بنحضر كتير جدا. بص الهجمه السريعه، منطقه خطوره، سرعه، انطلاقه رهيبه ولكن دفاع ممتاز كان من سعد سمير. هذا الباص الطولي كان ممتاز جدا والتحرك كان رائع للهداف الخطير ادريس مومبو، ولكن تغطيه مثاليه، عرضيه عاليه، راسيه تعدي، طلعت بره بعيده، ضربه المرمى. مؤمن زكريا، لمسه السعيد، باص طولي حلو، منطقه خطوره حلوه جميله، علي معلول الارضيه والدفاع الذنب قوي. استمرت محاولات النادي الاهلي الخطيره طوال الشوط الثاني الى الدقيقه 86 اللي قدر فيها عماد متعب انه يحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي، هدف التعادل علشان يعادل النتيجه ل 2-2. التعادل، الهدف الثاني، عملوها تاني وسجلوا مشاهدينا الهدف الثاني، العمده بيسجلها، العمده مشاهدينا يفرح الجماهير ويسجل هدف التعادل، هدف
عودة المباراة بإذن الله إلى نقطة البداية. عماد متعب الهداف القناص جلاد الحراس ابو تمارة والسرين يسجل مشاهدينا هدف التعادل في الدقيقة 85 من عمر اللقاء. الله الله الله، ايوه كده اضغطوا كمان وكمان يسجلوا باذن الله هدف الفوز. التعادل التعادل التعادل، قولوا يا رب نفوز. استلام لعبد الله السعيد للعمده بسطولي، هتكون جميله لعبد الله السعيد، باصه حلوه على اليمين في خطوره، ضغط كبير لاحمد فتحي، عدى فتحي، انطلاقه فتحي، تصويبه فتحي ولكن تلعب بره مش مظبوطه. تحضير كره طوليه خطيره سريع، تحضير بهجمه، لمسه استلام عبد الله السعيد، محاوله خطيره خطوره، تصويبه يا الله. حاول الأهلي في آخر دقايق إنه يجيب الجون الثالث لكن ما قدرش، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، وبكده يكون الأهلي في المركز الثالث برصيد 5 نقط، وزيسكو المتصدر ب8 نقط، والوداد الثاني ب7 نقط، وفي المركز الرابع أسك ب4 نقط. السؤال هنا، هل خرج الأهلي من البطولة؟ بالحسابات لكن فعليا لأ. الأهلي محتاج سيناريو وحيد للصعود صعب الحدوث لكنه وارد. الأهلي عشان يصعد محتاج إن أسك يفوز على الوداد يوم الأحد الجاي، ومحتاج بعدها إن زيسكو يفوز أيضا على الوداد، وبعدها الأهلي يفوز على أسك، وكده هيكون زيسكو 11 نقطة، الأهلي 8 نقط، والوداد 7 نقط، وأسك 7 نقط، وهي دي الحالة الوحيدة اللي يصعد فيها النادي الأهلي. وبكده نكون خلصنا تحليلنا للماتش. لو عجبكم الفيديو ممكن تعمل لايك، ولو حابب تتابعنا ممكن تعمل سبسكرايب للقناة، وشكرا للمتابعة. طعم المكسب بالنسبة لفريق زيسكو والتعادل الإيجابي بطعم الهزيمة والخسارة بالنسبة